في ظل الأجواء الرمضانية كنا لازم نتسحر على عربية فول. فالنهاردة بقى نشوف أبو سلمى عم أحمد. يلا بينا نشوف الفيديو معانا وعم أحمد هيعمل لنا إيه النهاردة. 2 فول 1 طعمية. حاسس ان الحاجة عايزة تطلع في التلفزيون. ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. يا زئردة يا اعمى يا اعمى. زي ما بيقول لك رمضان في مصر حاجة تانية، فالسحور في رمضان بتبقى حاجة تانية. فهنشوف بقى النهاردة السحور في مصر في المناطق الشعبية، خصوصا النهاردة هنشوف في شبرا مصر سحور عند من أشهر الناس الموجودة في شبرا وهو عم أحمد. شوف بقى السحور عند عم أحمد عامل ازاي، ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. هنبدأ بقى النهاردة من أحسن الناس المشهورة برضو في شبرا وهو عم أحمد أبو سلمى المشهور بالفول هنا في شبرا. عم أحمد عامل إيه؟ الحمد لله رب العالمين، في نعمة والله. لينا والله الشرف، لينا نورتنا والله. عايز أعرف برضو يعني الأجواء اللي عندك، طبعا أجواء رمضانية حلوة قوي، وعايزين نعرف برضو أنت بدأت إمتى؟ كانت بدايتك هنا في شبرا ولا فين بالظبط؟ لا والله هي البداية طبعا كانت عند الحاج، يعتبر والدي يعني وخالي. كانت البداية طبعا معاه، وهو اللي علمني وهو اللي أسسني في كل حاجة، وكان الفضل ليه هو طبعا. هو علمنا كل حاجة، ازاي تتصور بضاعة، ازاي تسوي، وربنا يديله الصحة والعافية. هو ليه الفضل عليا في كل حاجة، الحمد لله رب العالمين، وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. هو برضو كان ليه فضل كبير، وكانت جدا البداية جدا طبعا ليه فضل كبير طبعا. كانت البداية برضو كان معاه فين بالظبط؟ هنا برضو ولا على فين؟ العربية. لا كنا في الشرابية. كانت البداية في الشرابية في أحمد بدوي طبعا كان هناك. وبعد كده طبعا هو شجعني ان انا افتح يعني محل كده لوحدي واستقل يعني. الفضل يرجع له طبعا، هو اللي اسسنا في كل حاجه. بعد كده بقى بدأنا نتطور ونفتح بقى هنا. طبعا كنا على الشارع بره عربيه. بعد كده ربنا كرمنا خدنا المحل، جدنا طبعا المحل، وبدينا نعمل قعدات مثلا، قعدات عائليه برضو. ناس بتيجي عائلات برضو بتقعد يعني، بتيجي الحمد لله. برضو لينا زبون بره شغال الدليفري برضو شغال. انا شايف الاجواء ما شاء الله يعني بعد رمضان او في الاجواء حتى العاديه ما شاء الله يعني. عم احمد معروف في شبرا يعني. الحمد لله طبعا. ولينا زبوننا برضو دليفري بره، وبرضو في توصيل، خدمه توصيل بنوصل برضو بره. ربنا كرمنا ووفقنا طبعا الحمد لله. بدايه طبعا بعد كده بدات ان انت ايه في العربيه الاول ولا بدايه المحل؟ البدايه طبعا في العربيه. كانت عربيه كانت تقريبا الشارع بره انا فاكر. على الشارع بره طبعا الاول، وبعد كده ربنا كرمنا الحمد لله. خدنا المحل والحمد لله رب العالمين. طبعا طبعا احنا مخلصين في عملنا، بنجتهد في كل حاجه بنجيبها. كانت بدات برضو بفول بس. من الاول عربيه الفول كانت شويه فول، شويه بتنجان مخلل، سلطه، بيض. طبعا بدانا نطور من نفسنا، دخلنا الطعميه، دخلنا البطاطس، دخلنا المسقعه، البابا غنوج، الجبن. كل دي حاجات ما كانتش تبقى موجوده على عربيه الفول يعني. فكل وقت طبعا بدانا نطور من نفسنا شويه، ندخل الحاجات دي طبعا مع الشغلانه. الزبون برضه بيطلبها طبعا مننا، بنوفر كل حاجه للزبون. انا شايف برضو الاسعار مش الواو او الاسعار اللي احنا شايفينها دلوقتي الشعبيين يعني بنحب نوفر حاجه زي كده الحمد لله الحمد لله. وربنا بيراضينا طبعا، احنا عشان برضه بنراضي الناس الغلابه وطبعا اكيد يعني ربنا بيكرم الواحد المجتهد. بنحاول ان احنا نقلل حاجه زي كده، وبرضه بتكلفه اقل، وفي نفس الوقت الجوده كويسه. وجوده عاليه والله الحمد لله رب العالمين. لما بنيجي نسوي مثلا بضاعه، بنجيب مثلا فول بلدي، بنسوي تسويه مظبوطه كده يعني. الحاجه اللي ما بتعجبناش ما بنجيبهاش. خضار نجيب خضار نمره واحد كده الحمد لله يعني. عندك دلوقتي الطلب عامل له كام؟ الفول دلوقتي الطلب ب 18. سندوتشات طبعا 6 جنيه السندوتشات، اي سندوتشات ب 6 جنيه يعني. في الوقت ده دلوقتي ما فيش حاجه دلوقتي بالسعر ده يعني. الحمد لله الحمد لله يعني. فاحنا النهارده عايزين ناكل شويه فول حلوين. خلاص حبيبي عم احمد، ان شاء الله ناكل شويه فول حلوين. شوف بقى الفول بتاع عم احمد النهارده، ويلا نشوف الفيديو معانا. قول يا دوحة. ماشي هنبدأ بقى نعبي كده. ايه ما تبصش للفول خالص، بص كده يعني. يا نهار كل حاجه براسها. طب بص اقول لك على حاجه. ايوه امسك، خليك من هنا، امسك اخر الكبشه براحتك، امسك من هنا من هنا. ايوه كده، امسك بالفول كده، ما بصش للفول يعني. لا انت ارفع نفسك كده، افرد نفسك كده وتعامل طبيعي خالص. مش نافع يا عم. نافع. كتر
كده ايه الزبائن مش هتجيلنا كده. بص بقى للكاميرا بقى كده، بص بقى للكاميرا. ايوه يا عم ابراهيم. كده ايه بقى تبدا تجهز موجة يا علي. موجة يا علي كمان. بعدها وش بطاطس. 2 فول 1 طعميه. 2 فول 1 طعميه. ماشي يا ام ابو سلمى، هنظبط الدنيا ان شاء الله. كده ايه؟ الله ينور الله ينور الله ينور. حبيبي يا عم. كده تمام. واحد الواحد. لا حط الكبش بقى مكانها كده. ماشي. أيوة. نبدا بقى نحط ايه؟ حط الملح كده، اظبط ملحك. ايوه تمام. الزيت بقى والطحينه. صلى على حضرة النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه ماشي. وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام. قال لك موجة يا علي، قال لك موجة يا علي. موجة يا علي، يا علي بسرعة يا علي. طحينة بقى كده يا عم احمد. ايوه حبيبي يا عم ابراهيم. ايوه. ايه بقى التوابل؟ دي بقى ايوه التوابل. واقعد اقلب بقى. والزبائن بقى تشتم ان انا ايه متاخر عليهم. لا بس كده الله ينور. كده انت تعبي بقى ايه ونشوف الدنيا. كده تمام. رغم الزحمه اللي عنده ان هو برضه بيرضي كل الناس اللي حواليه في ان هو برضه ما يتاخرش على الحاجه بتاعتهم وان هو يقدم لهم احسن جوده. كانت البدايه في شهر رمضان اول ما اشتغلت، والناس طلبت مني ان انا اكمل في المنطقه هنا. قالوا لي والله انت حاجتك كويسه وحاول تكمل معانا وانت بني ادم كويس، فده اللي شجعني اكتر ان انا اكمل في المكان. الحمد لله ربنا كرمنا بعد كده. طبعا البلديه كانت بتيجي تاخد مننا العربيه نروح نجيبها ونشتغل تاني وما بنبطلش، بنكافح يعني برضه. طبعا النظافه في الشغل، النظافه مع الصنايعيه مثلا، تاخد بالك من كل حاجه في الشغل بتاعك. لو حاجه فول واقع كده ولا حاجه لازم نحافظ عليه، نعمه بتلمها. فعين على كل حاجه في المكان، في الشغل، في كل حاجه. لو فول مثلا وقع على الارض ولا حاجه من اي حد مثلا بيخسر ولا حاجه، اقول له حاول تشيلها، دي نعمه لازم نحافظ عليها. عبال ما جت لنا هنا كده كم واحد خدم على الحبايه دي عبال ما تجيلك، فنعمه حرام عليك مثلا تروح منك في الزباله، لازم تحافظ على الحاجه. الدقة والسرعة عنده أهم حاجة في الشغلانة دي، وكمان بقى لما ينزل لك الحاجة طازة، ويا سلام بقى لو من وش القدرة. ده غير بقى السندوتشات اللي عنده، والصراحة عليه شوية سندوتشات تحفة جدا. السندوتشات عنده سعرها مش غالي، وكمان الجودة بتاعتها عالية. بعد بقى ما عبينا الفول هنبدا بقى نشوف الفول بتاع عم احمد اللي الناس كلها بتشكر فيه. الطلب زي ما انتم شايفين بيجي كده، وكمان بقى ايه الطلب بتاعه مش غالي، يعني هو 18 جنيه. ده غير بقى لما تزود بطاطس والبيض، وطبعا الفول بيجي زي ما انتم شايفين كده. فهنشوف بقى ايه الفول بتاع عم احمد. الصراحه بيتبله والطحينه بقى كتير والتوابل بتاعته. شوف بقى الطعم، بسم الله. بصراحة حكاية طعم بقى مع الزيت والتوابل حوار. شوف بقى تاني حاجة معانا هو البطاطس السخنة تبقى مولعة. شوف بقى الطعم، بسم الله. يجيلك كده بصراحة مش محروقة ولا أي حاجة وطالعة من الزيت، غير بقى التوابل اللي عليها، والزيت بتاعه زيت نضيف بصراحة باين على البطاطس. عم أحمد النهاردة مدلعني. مع السلطة بقى، السلطة حوار، والمسحرات جه، الشيبسي حلو. على دوحة على دوحة كل سنة انت طيب يا دوحة يا دوحة. شوف بقى اللي بعد كده معانا وهو البابا غنوج بتاع عم احمد. شوف بقى البابا غنوج بتاع عم احمد مختلف عن الباقي ولا لا. بسم الله. جامد. معاه بقى الشيبسي اللي بيقرمش كده زي ما انتوا سامعين الصوت، مش طري ولا حاجه، دليل ان هو ايه فريش يا باشا على طول. فبصراحه الاكل كله لحد دلوقتي انا ما شفتش فيه حاجه مش حلوه. ده فعلا والله ما فيهوش حاجه اللي هو مش طازه او حاجه مش حلوه. شوف بقى الجبنه بتاعته، الجبنه زي ما انتوا شايفين كده، الطعم بتاعها بسم الله. الجبنه القديمه بالطماطم بقى والخيار حلوه. مع كل ما تجرب حاجه معلقه سلطه ايه تمشي الدنيا. جرب بقى البيض. البيض بيقطعه لك كده، يحط لك بقى عليه التوابل ومعاهم طحينه. بسم الله. التتبيله مع الطحينه بقى وكل ده عاملين ميكس حلو. والبطاطس بقى بصراحه الاكل كله يستاهل.
والسعر في المتناول، يعني انا مش شايف ان السعر غالي. طعم الفول حلو قوي بصراحه لحد دلوقتي، حلو قوي. الحاجه الوحيده بس ان العيش يعني مش طازه شويه، انما الباقي كله الله ينور 10 على 10. والعيش يعني مش من عنده، فالباقي الاكل الله ينور يعني. عايز اكل؟ خد بطاطسايه. بطاطسايه بطاطسايه. عيش طيب؟ تاكل عيش؟ عيش؟ سحر معانا. مجمل الحلقه النهارده بصراحه الاكل حلو قوي، وعم احمد يستاهل قوي، والمكان بتاعه في شبرا مصر عند ميدان المماليك في الخلفاوي، فبصراحه يستاهل قوي، بالتحديد عند مساكن محي، فيستاهل فعلا التجربه ويستاهل فعلا الشعبيه بتاعته دي كلها. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحه، قول يا دوحة، قول يا دوحة، قول يا دوحة، قول يا دوحة. قول يا دوحه.